السلام عليكم. ممكن تكوني سمعتي روتين البشرة معقد ومتبقيش عارفة استخدم اي منتج، تسمعي منتجات كتير. انا جاية اقولك باختصار روتين بسيط جدا. اهم 3 حاجات ممكن نستخدمهم، هما غسول، مرطب، وصن بلوك. اول حاجة الغسول، انا مش هشترط غسول معين، اي غسول. حتى انا بالنسبه لي يعني في جربت كذا حاجه، وفي صابونه بشتريها دايما من عند العطار، بالنسبه لي جميله جدا، اسمها نابلسي شاهين. دي رخيصه، بس الفرق بينها وبين الصابون العادي ان هي فيها زيوت، فهي بالتالي مش بتنشف الجلد. المهم استخدمي اي صابون طبي من الصيدليه من عند العطار. المهم بلاش اي غسول، المهم بلاش الصابون العادي بتاع الايد عشان هينشف الجلد. طيب الحاجه التانية لازم صن بلوك. الصن بلوك بنستخدمه كل يوم سواء هنخرج او مش هنخرج، لان الشاشات بيطلع منها اضاءة باشعة، هي ضوء ازرق، بيبقى برضو ليه نفس التأثير بتاع اشعة الشمس اللي بتضر الجلد. فهخرج او مش هخرج بحط صن بلوك الصبح، ومفروض المرطب الصبح وبالليل، بس غالبا بيبقى فيه الصن بلوك بيبقى فيه مرطب اصلا، يعني في كريمات، في صن بلوك كتير، انواع كتير، بيبقى هو صن بلوك ومرطب في نفس الوقت، فانا مش محتاجه احط مرطب، هو كفايه صن بلوك الصبح. فانا هغسل وشي الصبح واحط الصن بلوك. بالليل بقى انا بستخدم مرطب. جربت كذا حاجه، بس مؤخرا جبت حاجه، جبت مرطب اهو ده. ده من شركة سيرافي. هو ميزته ان هو فيه هيلورونيك اسيد، وفيه سيراميد، وفيه نياسيناميد، ال3 حاجات دول. الهيلورونيك اسيد هو بيحبس الرطوبة في الجلد، فبيخلي الجلد ممتلئ. الحاجة التانية السيراميد، هو كأنه الاسمنت اللي بيلزق خلايا الجلد ببعضها، فبيقوي حاجز البشرة. اما النياسيناميد بقى ليه فوائد كتير جدا، هو بيفتح لو يعني في بقع او كده بيفتح الجلد، هو بينظم الدهون افراز الدهون في الجلد، فميبقاش فيه حبوب. كمان هو بيحفز بقى الجلد انه يفرز السيراميد الطبيعي بتاعه، يعني مش بس بديله سيراميد من بره، انا كمان بحفزه هو ينتج السيراميد الطبيعي بنفسه. فال3 حاجات دول كويسين جدا. الكريم ده هو غالي شويه بالنسبه للمرطبات التانية، بس هو بيقعد معايا كتير لان انا بستخدمه بالليل بس. وفي حاجه كمان، احنا مش بنحط كميه كبيره من الكريم، احنا كنا يعني بيبقى عندنا اعتقاد ان كل ما احط كميه كبيره كده انا بغذي بشرتي اكتر. لا، هو الجلد مش بيقدر اساسا يمتص كميه كبيره، فكميه صغيره يعني هو انا بس بخة واحدة، يعني هي نقطة واحدة بس هتكفي لجلدك، لانه اساسا مش بس الجلد مش بيمتصها، هي بتجيب نتائج عكسية، لان بتسد المسام. الكمية الكبيرة دي ممكن تعملك حبوب من اي كريم، مش الكريم ده بس. فهو بنستخدم كميات صغيرة، فحتى لو الكريم غالي شوية هو ممكن يقعد معاكي مدة طويلة، ممكن يقعد معاكي كذا شهر، فاحنا مش بنشتريه كل شهر. فالروتين باختصار: الصبح بغسل وشي، بحط صن بلوك، وبالليل قبل ما انام بغسل وشي تاني وبحط الكريم المرطب. وما بغسلش وشي بالصابون طول اليوم، يعني بغسل وشي بمية بس، انما بالصابون او بالغسول الصبح وبالليل بس. بس ده كل اللي عندي. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان توصلكوا كل الفيديوهات الجديدة، وياريت تشيروا الفيديو مع اصدقائكم ومعارفكم عشان عايزين نكبر القناة.